حبايب قلبي، شبابنا الحلو. عاوزين نتكلم مع بعض في موضوع مهم قوي. اعتقد انه الموضوع ده بالنسبة لنا في تساؤلات كتير عنه. هو موضوع الغفران. انا محتاج اغفر ولا كمان محتاج يتغفر لي؟ وليه بغفر؟ هل الموضوع مهم؟ الحقيقة واحنا بنتعلم من كلمة الله الكتاب المقدس بنشوف في موقف من المواقف الجميلة اللي حصلت مع حد مهم في كلمة الله، هو بطرس، وهو بيحكي مع الرب يسوع لكل المجد في إنجيل متى أصحاح 18. كان بيسأل سؤال للرب: كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ وحب بطرس يحط رقم، فقال للرب: هل إلى 7 مرات؟ فوجئنا أنه الرب يسوع بيقول له: لا، مش بس 7 مرات، 70 مرة. فالموضوع كبير قوي. ليه؟ لأنه الغفران ليه نتائج مهمة قوي وليه أهمية. وده الموضوع اللي هنتكلم فيه في دقايق كده مع بعض. بس خلونا نتفق على حاجة. في حاجة جميلة قوي بيقولها لنا معجم اللاهوت الكتابي، حاجة جميلة عجبتني. بيقول انه ليس للغفران ما يبرره، لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية القانونية. يعني ما فيش حاجة تدي تبرير لموضوع الغفران، لكن الغفران هو نعمة، هبة معطاة من الغافر، لأنه في سكة كبيرة بيمشيها وإحنا عاوزين نمشيها مع بعض. الغفران ليه قوته. قوته بتبان على حياتي أنا الشخصية، وبتبان كمان تجاه الآخرين. فمثلا بالنسبة لي أنا بقدر من خلال الغفران أقدر أفهم عمل نعمة الله اللي بتقودني للإصلاح والتصحيح. فلما بشوف ربنا بيغفر لي أو حد تاني بيغفر لي، قوة الغفران دي بتساعدني ان انا افهم ايه الخطأ اللي عندي المفروض اكون بتغير فيه. ولما ببقى صادق مع نفسي وناوي فعلا اتغير، باخد قوة عشان اتغير. الكلام ده حصل قوي قوي مع بطرس لما غلط الغلطة الكبيرة اللي فيها انكر الرب يسوع، وكان الرب قال له انه خلي بالك هتنكرني يا بطرس، وقبل أن يصيح الديك هتنكرني. وما كانش مصدق نفسه قوي بطرس في الموضوع ده. وما كانش يعني قادر يتأكد أنه فعلا هينكر. بس الواقع قال أنه زي ما قال له الرب يسوع حصل في الموقف البايخ اللي حصل لما بيتسأل وبيتقال له: أنت كنت مع يسوع؟ الكلام ده في لوقا 22. والحقيقة بطرس قال: أنا معرفوش. وكانت غلطة كبيرة، بس بمجرد ما الديك صاح افتكر. والشيء الجميل انه الرب لما نظر لبطرس في لوقا اصحاح 22 وعدد 61 يقول الكتاب: فالتفت الرب ونظر الى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. اللي حصل إنه بمجرد ما حصل الموقف ده، نظرة يسوع ليه أكدت له إنه الرب بيحبه، وبالرغم من إنه وقع، وبالرغم من إنه أخطأ في حق يسوع، لكن وكأنه الرب كان بيفكره انه خلي بالك، انا وعدتك انه هحط ايدي في ظهرك. لما قال له: هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، لكني طلبت لاجلك لكي لا يفنى ايمانك. وكأنه الرب بيفكره بيقول له: انت غلطت، بس انا لسه في ظهرك وانا هسامحك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه بطرس ادرك ده، فخرج خارج وبكى بكاء مرا. البكا ده
الحقيقة كان بداية إدراكه إنه في إصلاح هيحصل لحياته. طبعا موضوع التغيير بياخد وقت، وده لازم نتعلمه يا شباب في حياتنا، إنه عشان أتغير واتنقل من نقطة السقطة اللي أنا فيها واستقبالي لغفران ربنا، أو حتى لو غلطان في حد وحد اللي أنا غلطان في حقه بيغفر لي، عشان ابتدي اصلح نفسي ده بيحتاج وقت. وده اللي حصل فعلا مع بطرس خلال الايام اللي بعد كده، لحد ما الرب اتقابل مع بطرس مرة تاني عند بحر طبرية في يوحنا 21، والرب خده على جنب وقال له تعالى انت فشلان من نفسك، لكن انا عاوز اقول لك سؤال بس، انت بتحبني؟ ودي حتة جميلة قوي، انه مرات كتير بنبص لنفسنا جوانا، بيبقى جوانا ان احنا عاوزين نمشي صح، جوانا عاوزين نبين محبتنا لربنا، لكن بحتاج تغيير. فالرب سنده وقال له ارعى غنمي. الحقيقة مش هدخل معاكم في حاجة تفسيرية، لكن ببساطة هاخد لقطة كبيرة للموضوع ده. ارعى غنمي بمعنى بكل بساطة انه انا لسه مصدق فيك، انت لسه في نظري بطرس اللي انا بحبه واللي عندي استعداد احمله المسؤولية، لسه بثق فيك. فقوة الغفران اللي عملها المسيح مع بطرس خليته يدرك انه في سكة للإصلاح وللتغيير. ولازم نعرف يا شباب بالنسبة لبطرس كمان انه كان ممكن يبقى حاسس بإحساس صعب، إحساس بالذنب، وده يمكن اللي خلاه لما الرب بيسأله وبيقول له أتحبني، كان اتضايق لما سأله 3 مرات. بس الحقيقة لما الرب شجعه واداله المسؤولية مرة تاني، وهو بيأكد عليه انه لا يزال يثق فيه، ده بيخليه يقوم من جديد. وده الكلام اللي قاله الرب في البداية وهو بيحكي له عن الحرب اللي هيمر بيها، وقال لبطرس وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. ودي الحاجة الجميلة اللي لازم نتعلمها، انه في اي وقت احنا يبقى في عندنا سقطات بنرجع ونتوب فيها قدام الرب، لازم نبقى مدركين انه الرب بيتلامس مع نفوسنا عشان يفكنا من الاحساس بالذنب. وده حصل على فكرة مع الابن الضال لما رجع رب يسوع وهو بيشرح المثل ده، شفنا ازاي الرب تعامل مع المثل بطريقة ممتازة، وهو بيتكلم عن انه الاب وضع ابنه في نفس المستوى، بانه قال عنه ابني هذا. الحاجة التانية، الولد لما كان جاي وبيقول يا ريت تقبلني كأحد أجراك، الاب ما ادهوش فرصة ينطق الكلام ده، لانه هو ما عندهوش استعداد يشوف ابنه بينزل لمستوى أقل من البنوية. خلونا نتشجع في أي وقت نكون فيه بنسقط في أخطاء وبنرجع نتوب عنها قدام ربنا، ندرك أن الله بيقبلنا كأبناء ليه. حاجة تانية في قوة الغفران، قوة الغفران لما بتشتغل بقى في حياتي أنا الشخصية، أني أنا أغفر للآخر، بتعمل حاجة جميلة جدا. القوة دي بتكسر قيد صعب. القيد ده هو حب الانتقام، وده حصل بقوة يا شباب مع يوسف اتظلم كتير من اخواته، ووصل للمرحلة اللي فيها انه اتذل بسبب القسوة بتاعت ظلم اخواته ليه. وحتى زي ما بيقول الكتاب في مزمور 105 آذوا بالقيد رجليه، دخلت في الحديد نفسه، وصل لمرحلة السجن والقسوة بتاعة البيع والظلم والبهدلة اللي اتبهدلها من اخواته. كان من السهل جدا يبقى عنده حب الانتقام، لا سيما لما بقى في موقع مسؤول، حد في ايده السلطة. ودي حتة صعبة قوي يا شباب، تخلوا بالكم منها. لما بيبقى في وقت في ايدي سلطة
أو في إيدي فرصة أني أنا أنتقم بسبب أخطاء الآخرين. دي الحتة المهمة قوي قوي اللي بيعلمهاني الغفران، إنه بيديني قوة يتكسر القيد بتاع حب الانتقام. في تكوين 45 لما يوسف عرف نفسه لإخواته وعرفوه، كانت مفاجأة طبعا، كانت صدمة بالنسبة لهم، عشان شافوا أخوهم عنده سلطة ممكن يدمرهم بسبب السلطة دي، ممكن يسجنهم، ممكن يقتلهم. لكن هو كان بيطمنهم لأنه كان قلبه مليان بالغفران، وقال لهم ما تخافوش. الحاجة اللي أكتر من كده، لما أبوهم مات رجعوا بعد الدفنة قالوا بس ده يعني يوسف هيستفرد بينا وهينتقم مننا. عشان كده نلاقي في تكوين 50 في أصحاح 50 جايين يقولوا له يعني أبوك وصى، وكأنه يعني في وصية أبوهم قالها لهم عشان يقولوها ليوسف. بتوصينا بإيه؟ قال خلي بالك من إخواتك. الحقيقة الوقت ده يوسف كان فعلا عرف طعم الغفران كويس قوي، وقال لهم أنا مش مكان ربنا، ما تخافوش، أنا مش هنتقم منكم، بل بالعكس أنا هعولكم. فالغفران قوته بتخليني مش بس بشوف إيدين ربنا وهي بتصلح في حياتي زي بطرس، لكن كمان أنا مش ببقى مقيد القيد اللي فيه أحب أنتقم، لأني أنا زي ما قلت في بداية كلامي أن الغفران ملوش اللي برره، لأنه ده هبة، دي نعمة أنا بقدمها، وزي ما باخدها من ربنا وزي ما باخدها من الآخر أنا أقدر أقدمها هدية كمان. النتائج بتاعة الغفران في كام نتيجة كده جمال قوي قوي بنحتاج نبص عليهم مع بعض. أول نتيجة أقدر أقولها أن إحنا بنتمثل بالسيد بالرب يسوع وبنطلب الغفران للآخرين. الرب يسوع على الصليب زي ما كلكم عارفين يا شباب كان عنده قدرة وطاقة للغفران غير عادية، للدرجة اللي فيها صلى وقال كلمته الشهيرة يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أنا لما يعني بستقبل نعمة من ربنا وقوة الغفران بتشتغل في حياتي بقدر أعمل زي الرب، وده حصل. احنا مش بنقول كلام يعني مجرد أفكار غير قابلة للتطبيق، لا قابلة للتطبيق، وفي ناس كمان قدرت تعمل ده. استفانوس وهو في لحظاته الأخيرة وبيلفظ أنفاسه الأخيرة صلى نفس الصلوة وقال في أصحاح 7 وعدد 60 لا تقم لهم هذه الخطية. يا رب يعني أنا مسامحهم، يا رب اغفر لهم. دي أول حاجة. نتيجة تانية بسبب الغفران أنا أقدر أسعى لإنقاذ الآخر. الحقيقة بولس هو وسيلة خدوا علقة كبيرة في فيليبي ودخلوا السجن، وسجان فيليبي كان واخد توصية، فكان يعني الضرب ضرب مبرح، وكان في تجريح كمان، اتبهدلوا. ولما ربنا عمل المعجزة وهم بيصلوا في نص الليل والسجن حصلت زلزلة فيه وقيود الجميع اتفكت، حافظ السجن لما لقى الناس كلها البيبان متفتحة والقيود واقعة من ايدين الناس ورجلين الناس، شعر بالمصيبة فاستل السيف وكان عاوز يقتل نفسه لأنه هو كان هيتعرض للقتل. الحقيقة دي كانت فرصة بولس وسيلة انه الراجل ده يعني هيموت ويسيبوه، يعني انتقاما للي هو عمله فيهم. لكن لأنه بولس وسيلة أدركوا تماما قيمة الغفران وقدروا يستقبلوا قوة الغفران، الحقيقة صرخ بولس وقال له ما تعملش حاجة بنفسك، احنا كلنا هنا. ولما اتكلم معاه كلموا عن يسوع عشان يخلص. فبولس لما أخذ قوة الغفران قدر يسعى لإنقاذ الآخر. مش بس كده،
لكن كمان أنا الغفران يقدر يساعدني أني أطلب الخير للآخر حتى إن كان الآخر ده ظالمني. طبعا من السهل أن أنا أطلب الخير لحد عامل معايا واجب أو حد عامل معايا خير، لكن أني أطلب الخير لحد كان في ظلم أو قسوة عملها في حياتي وأنا أغفر ليه فأطلب له الخير، ده حصل صدقوني يا شباب. دي حاجات بتحصل، وأعتقد ممكن حد من اللي بيشوفني يكون اختبر حاجة زي كده. بس عندنا في كلمة الله في سفر الملوك الثاني أصحاح 5 وعدد 3 الفتاة المسبية. الفتاة المسبية دي بنت كل الظروف كانت قاسية على حياتها. في الحرب أهلها يعني ماتوا، اتسبت، تاخدت يعني وتاخدت من بلدها وصارت مش بتشتغل عند حد، دي أمة يعني عبدة. سيدها نعمان السرياني كان عنده مرض قاتل، والمرض ده كان ممكن هي تعتبره انتقام ربنا ليها، لأنه هو كان رئيس الجيش وهو اللي قاد الجيش وهو اللي بهدل البلد عندهم وهو اللي جابها. فيعني بالمنطق ده حاجة يعني الحمد لله ربنا هو بقى بينتقم. لا، هي ما عملتش كده خالص، لأنها قبلت الغفران وأدركت قوة الغفران في حياتها، فكان في نتيجة جميلة. النتيجة دي قالت لمولاتها لسيداتها لزوجة الراجل ده، قالت يعني يا ريت سيدي يكون قدام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. والحقيقة لما حصل كده والخبر اتسمع، راح نعمان السرياني فعلا وتقابل مع أليشع، والرب شفى سيدها من برصه. فالغفران لما بيحصل في حياتي من نتائجه أقدر أطلب الخير للآخر. لكن حاجة تانية أو حاجة أخيرة في موضوع نتائج الغفران، أقدر أخدم الآخر. وطبعا لما بقول الآخر في كل الحاجات اللي قلتها قبل كده، أقصد الآخر اللي وقع منه الظلم عليا، مش أي حد. فأنا بسعى لخير الآخر اللي ظلمني، أنا بحاول أنقذ الآخر اللي ظلمني. الشاهد ده اللي هنتكلم فيه اللي هو في أعمال 21 من عدد 8 لعدد 10، حاجة يمكن بتعدي علينا كده وإحنا بنقرأ كلمة ربنا مش بناخد بالنا منها. فيلبس المبشر استضاف الرسول بولس في بيته في قيصرية قبل 20 سنة تقريبا من الكلام ده. كان بولس ده هو شاول الطرسوسي اللي قتل صديق فيلبس شريك خدمته اللي هو استفانوس. كان بيعطي رأي في قتله، كان موافق على قتله. كان الناس اللي بترجم استفانوس شايلة هدومها عند بولس. وهو ده شاول اللي قال الكتاب عنه لم يزل ينفث تهددا وقتلا، وهو اللي بسببه الدنيا اتبهدلت في أورشليم والناس تشتتوا. واحد من اللي هرب من الأزمة والضيق كان فيلبس المبشر. تخيلوا يا شباب بعد 20 سنة لما يتقابل مع الراجل اللي قتل صديقه، اللي قتل شريك خدمته، اللي بهدله، اللي بسببه هرب من البلد كلها، طفش من البلد كلها. لكن لما يتقابل معاه لأنه اختبر قوة الغفران قدر يستضيفه في بيته، واستضافه زمن طويل. بعض الناس الشراح بيقولوا سنين كان خليه موجود في بيته. دي نتائج الغفران. طيب أعمل إيه عشان أخد خطوة عملية عشان أغفر؟ الحقيقة كتير ما بنشوف موضوع انه حد يخطئ الي، انه اسهل حاجة اعبي جوايا وابلع غضبي وابقى متضايق
ويعني مليان بالغضب وعاوز انتقم او اعمل اي تصرفات. بس الرب يسوع في متى 18 اداني خطوة عملية جميلة. لو اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه. خلوا بالكم يا شباب، الغفران في المسيحية، الغفران في الكتاب المقدس مش مبني بس على انه انا اسكت على الظلم واغفر بدون ما يبقى فيه عدل او بدون ما يبقى فيه اعلان الحق. مش بس محبة، مجرد محبة مغلوبة على امرها. الغفران لازم يكون المحبة والعدل ماشيين مع بعض. حتى الرسول يوحنا وهو بيكتب عن غفران الله ليا في رسالته الأولى أصحاح 1 وعدد 9 بيقول كده: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. فالغفران مبني على الأمانة، صدق الله في محبته وعدله، لأنه في الحقيقة الحق لازم يعلن، وصاحب الحق لازم الحق يرجع له. ففي موضوع الغفران الرب يسوع في متى 18 بيقول: لو أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه. خد خطوة، خد خطوة، خد خطوة عشان تعلن إنه ده حقك، وفي نفس الوقت تقدر تطلب من ربنا إنه يساعدك إنه لما تحصل المواجهة دي أو إنك أنت تتكلم وتاخد الخطوة دي وأخوك يقبلك، يبقى أنت ربحت أخاك. ودي حاجة جميلة لازم نعملها بطريقة عملية. سهلة؟ لا، مش سهلة، مش سهلة، بس مهمة إن إحنا ناخدها. لو فشلت لما تقابلت أو لما واجهت، الرب يسوع قال إن ما حصلش كده ممكن تاخد معاك 2، يعني تاخد معاك حد يساعدك لكده. يا شباب، واحنا بنتكلم عن الغفران مش بنتكلم عن حاجة مجرد كده فكرة بتعملها، لا، دي خطوات عملية. والله نفسه، لأنه هو الله العادل، الله الحق، الله المحب، الله لا يمكن أن يغفل عن الحقوق. عشان كده الخطوة العملية بيوضحها لنا الرب يسوع في متى 18. طيب لو ما عملتش كده، لو أنا ما عملتش كده، لا، الموقف بايخ وصعب. ليه؟ لأنه الله بابا اللي في السماء، وأنا بتعامل مع أخواتي بطريقة ما فيهاش غفران. بابا بيسألني بيقول لي: طب مش إحنا في حقوق بيننا وبين بعض؟ أنت مستني أغفر لك وأنت مش راضي تغفر لأخوك؟ ده اللي قاله الرب يسوع لكل المجد وهو بيحكي مع بطرس في شاهد متى 18. أشجعكم يا شباب أنكم تقروا متى 18 وتشوفوا إزاي الرب بيقول الكلام ده، وهو بيدي المثل بتاع الملك والمديونين. في واحد السيد ساب له كل الدين، 10,000 وزنة، حاجة كتيرة قوي 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 قوي. ولما قابل أخوه مش قادر يسامح أخوه في مبلغ بسيط قوي، فقال هاتوه. ده لأنه شرير، لأنه مش عاوز أنه يعمل زي ما أنا عملت معاه. ربنا غفر لنا كتير، نقدر ناخد خطوات عملية. التصرف العملي اللي أقدر أخد بيه قوة إيه هو؟ أروح عند الصليب. دي حاجة أحب أختم معاكم بيها. الرسول بولس قال الكلام ده في كولوسي 3 وعدد 13: إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر المسيح. يبقى أنا وإنت نقدر نروح قدام الصليب، نشوف قد إيه غفر لنا، ونشوف قد إيه أحبنا، ونشوف قد إيه سامحنا. وكل ما قلبي بيشبع بالغفران ده هو بيقدر يساعدني عشان أقدر أغفر. عشان كده قال كما غفر لكم المسيح. نعمل إيه؟ نغفر. في شكوى موجودة، اللي قدامي غلط فيا، أيوة ده حقيقة، بس كمان
زي ما بابا غفر لي، زي ما حصل الغفران على الصليب، أقدر أشبع بعمل الله. ده هيقدر يساعدني عشان أقدم الغفران. صلي من كل قلبي أنه ربنا يساعدنا كلنا أن احنا ناخد خطوة عملية تجاه الغفران، ويكون الموضوع ده سبب بركة كبيرة في حياتنا. ربي يبارككم، رب معاكم.